أي صحة شريبتكم شحويلكم لاباس. اليوم جربنا ترند اللي طلع جديد على تيك توك. كيف ما تدير هو بعد الشقة الفطر. بالطبيعة حبينا نوريكم الروسيت ونعطيو راينا فيه، فخليكم معاها الروسيت. بالطبيعة هنا باش نستعين بشخص كبير باش يعاوننا واللي هي ماما. مرحبا بكم الناس الكل. أول حاجة بالطبيعة باش نوريكم المكونات. خذينا زوز باكويت سمايل، من بعد زوز فلان، واحدة ستار، وواحدة كريم شانتي، وخذينا بيريكس باش نحطوا فيها. بالطبيعة معناتها خذينا البيريكس كيف ما قلنا. بعد شدينا كزوز باكوات هذوكم وحطيناهم فك البيريكس بالطبيعة معناتها نحطوهم وبعد نكسروهم طريف، يعني كما تحبوا، القش كبار وإلا القش صغار. بالطبيعة كيف ما قلت لكم ماما، كيف ما تحبوا. هنا كيف ما قاعدين نشوفوا نعاونوا في بعضنا زوز باش نقديوها وكل شيء. والصغيرات اللي يحبوا يتعلموا زادا كيف فرصة باش يتعلموا مع أمهاتهم، خصوصا في رمضان. وهنا بالطبيعة قاعدة نوريكم فيها كيفاش قصيناهم طروف وجبنا هكا كيف ما صحن باش نحط فيه كريم شانتي. على فكرة احنا رانا ضعفنا الكمية، يعني حطينا باكو لهنا، حطينا زوز فلان وحطينا زوز كيسان حليب. ديجا على غالب ما صورناهاش زوز كيسان الحليب، اما تو تلاحظوها بعد في الخفق. بالطبيعة هنا كيف ما وريناكم باش توا باش نحطوا الكيس الحليب هو على وباش خلطوهم مع بعضهم. يعني احنا عملنا زوز كريم شانتي وزوز فلان وزوز كيسان حليب، وهذه كيفاش يلزموا يكون. توا باش نحطوهم عادة بالطبيعة. هنا كيف قاعدكم تشوف فيا كيفاش انا بديت نبدا. باش نحطوهم فوق البسكوي هكاكا معناتها بالطريقة بالشكل هذاك كيف ما قاعدين تشوفوا بالطبيعة. باش نقول لكم علاش احنا ضعفنا الكميه، خاطرك شي ما نحبوهاش تبدا منفخه ياسر. دونك احنا ما استعملناش رانا القهوه، استعملنا الحليب والفلان والكريم شانتي وخلطناها. ما استعملناش الحليب، نحبوا القهوه، ما استعملناش القهوه، نحبوا البسكوي يقعد لنا، يعني ماهوش طري برشا. هنا كيف ما قاعدين تشوفوا قاعدين نركحوا فيها وكل شيء. ملاحظة صغيرة بالطبيعة أنا راني نزرب عليها نحب ناكلها الليلة فزينتها في وقتها. أكم باش تشوفوا في الفيديو كيفاش. هنا يعجبنا الباكو ستار وباش نزينوا بيه بالطبيعة الوحدة معناتها هاكا باش نكسروه بيدينا ونزينوا بيه، تعطي منظر ياسر ياسر طيارة. وصدقوني القو ما نحكي لكمش، نحنا وقتها ديجا قاعدين نشوفوا فيها وشهيين ناكلوها. كملنا حطيناه الكل وبعد حطيناها في الكونجيلاتور. خاطركشي هو يا اما تخليها في الفريجيدير تعملها كيما لقيت قبل المغرب، تخليها من غدوة تاكلها، وإلا في السحور تجبدها. احنا مستعجلين عليها حبينا نذوقوا، حطيناها ساعة في الكونجيلاتور وبعد خرجناها بعد ما شقينا الفطر. بالطبيعة كيف ما كنتم قاعدين تشوفوا أصلا من المنظر تعرفوا انكم تحسوا اللي فما حاجة نتيجة باش تكون باهية. بالطبيعة كان شفتوا في اول الفيديو كيفاش معناتها لقينا نتيجة باهية، وهذيك هي النتيجة متاع اول الفيديو. وبيان سور كو بركة ننصحكم انكم تجربوها الروسيت وتعليق باهي